السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. طلبة وطالبات الصفوف الثانوية الثلاثة سواء في أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو تالتة ثانوي، كل سنة وأنتم طيبين. طبعا أنا طالع في الفيديو ده إن أنا أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ثانيا طالعين نتكلم في موضوع المذاكرة في الفترة اللي احنا هتكلم برضو على القناة في الفترة اللي احنا فيها، واتكلم على النسبة للمتابعة الأونلاين، الدروس بتاعتي اللي على زوم برضو في الفترة اللي جاية. اول حاجه طبعا قلت لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ده حاجه. تاني حاجه بقى تشوف بقى القناه والدروس اللي على زوم في الفتره اللي جايه، والمراجعه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. اول حاجه بالنسبه للقناه، طبعا انا الشرح هيتني مستمر برضو لحد الاخر. طبعا بالنسبه كتاخير على القناه، انا عارف ان احنا متاخرين شويه، ولكن مش بارادتي والله، غصب عني، ولكن مش هوقف طبعا شرح، هنتنين زي ماني شغال. يعني هنشرح برضو احنا في الفصل الخامس، هنكمله ونكمل السادس، وهنخش في السابع ان شاء الله، وهنخلص وهنراجع كمان قبل الامتحان. يعني الناس اللي متابعه معايا ومستمره معايا بشكل منتظم، انا ان شاء الله مش هوقف شرح، انا هكمل منهج للنهايه، وهحاول باكبر قدر من الامكان ان انا ما اتاخرش. تمام، سواء كنت في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي، وطبعا كلامي بالاخص لسنه ثالثه ثانوي. تمام، سواء تاريخ او جغرافيا لاولى وثانيه ثانوي، اما بالنسبه للتاريخ بالنسبه لثالثه ثانوي. طبعا بالنسبه لمذاكرتك الفتره اللي جايه، لازم الناس تكثف من مذاكرتها بشكل كبير جدا. ليه بقى؟ لان اولا قدامنا شهر رمضان، فرصه ان انت تغتنم فرصه شهر رمضان انك تزود من مذاكرتك شويه. يعني احنا قدامنا شهر رمضان جاي، الناس هتصلي الفجر، وناس كتير بتتنها صاحيه، وفي ناس بتبدا دروسها. طب انت لو ما عندكش دروس الصبح، انت قدامك اليوم طويل جدا. يعني انت بتصلي العشاء وتصلي التراويح يعني تقعد لك نص ساعه وتنام، وتصحى تسحر وتكمل يومك بقى بعد الفجر. قدامك فتره طويله جدا انك تذاكر وتلم دروسك اول باول. ويا ريت لو نعمل نفسك جدول مذاكره، سواء بقى التاريخ او الجغرافيا او اي ماده تانية، عشان تعرف تلم نفسك في الفتره اللي جايه. لان شهر رمضان مهم جدا، وفي وقت كبير فراغ. طبعا انت ما بتبقاش منظم نفسك فما بتحسش بيه، ولكن انت لو تظبط نفسك كده وتجيب جدول وتشوف مواعيدك، مواعيد دروسك، وبتصحى من بدري اهم حاجه، وتنظم نومك. طبعا انا ما انصحش للناس اللي بتقلب يومها في رمضان، ولكن انا انصح باليوم العادي جدا انك تتسحر وتصلي العشاء، قصدي تفطر وتصلي العشاء وتصلي التراويح، ولو وراك درس ولا حاجه وبتنام بدري وتصحى على الفجر بنص ساعة تتسحر وتصلي وتقعد تشوف يومك. ده نصيحة يعني، وفي ناس ما بتعملش بيها كتير جدا، ولكن ده الافضل. ده الافضل. لا، ليه افضل؟ لان طبعا ده افضل بالنسبة للجهاز العصبي بتاعك، انك بتكون مركز في افضل حالاتك، فبتقدر تجمع اكبر قدر من المعلومات. في ناس بتشقلب اليوم وبتحصل ولكن مش هيبقى بنفس القيمة او بنفس القدره على تحصيل المعلومه او جمع كميات اكبر. طبعا الناس اللي خلصت بتحل كتير، وطبعا الحل مهم جدا في الفتره اللي جايه. الناس اللي لسه ما خلصتش طبعا بتكمل، وبنفس الوقت بتراجع على الاجزاء اللي فاتت. يعني تعمل نفسك جدول للي فات. يعني مثلا انا في الفصل السابع، فبتعمل جدول انك تراجع الفصل الاولاني والثاني وانت ماشي في السابع. ليه؟ اصل السابع كده كده هيخلص. هيروح فين السابع؟ السابع كده كده هيخلص. فانت لازم تعمل جدول بقى قديم وانت شغال في السابع، وانت ماشي فيه واحده واحده. لسه بدري، فانت السابع مش هياخد منك سنه يعني. فبتبدا انك تراجع بقى على الاجزاء اللي فاتت، الفصل الاول واحده واحده كده، وبعدين تخلصوا الفصل الثاني وبعدين الفصل الثالث، وتحل عليهم وتعمل نفسك امتحانات في الفتره وانت شغال في الفصل السابع، عشان ما تنساش اللي فات. والناس اللي بتخاف انها بتنسى اللي فات، ما تخافش خالص. ده الوارد، يعني انك تبقى قلقان وخايف، لا ده الطبيعي. ولكن ما تخوفش نفسك يعني بنسبه كبيره. ليه؟ لان الوضع مش مستحمل قلق وخوف، لان ده بيأثر على مدى تركيزك ومذاكرتك. فربنا ييسر لكم الحال. بالنسبه للدروس ان شاء الله، للي حابب انه يشترك معانا طبعا على زوم. طبعا الحصص، ان في ناس سالتنا عن موضوع زوم ده اونلاين مباشر، حصص مباشره. طبعا فتره المراجعه انا هبدا من اول شهر 4 ان انا اراجع. طبعا هيبقى كله حل وملخصات ونواتج تعلم وربط الدروس ببعضها وشرح كامل للمنهج. في حصص هتبقى حصص بنلخص فيها الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. تمام، وحل طبعا هنحل، بناخد واجب من كتاب، بنستخدم البوكلت، بناخد طبعا من كتاب الامتحان حل اساسي، وكتاب الامتحان المراجعه النهائيه برضه هنحله، واي حاجه زياده برضه احنا مع بعض، وبنعمل مذكرات اسئله برضه. تمام، ده بالنسبه لزوم. اللي حابب انه يشترك معانا بقى في زوم، بحيث ان احنا من اول شهر 4 لحد الامتحانات ان شاء الله
هنكون بنراجع حل وملخصات ونماذج تعلم للمنهج بتاعنا بالنسبه للتاريخ والجغرافيا، او التاريخ او الجغرافيا، يعني على حسب ما انت حابب. يعني تفاصيل الاشتراك طبعا انت بتتصل عليا او بتبعت لي واتس على الرقم اللي بيظهر قدامكم على الشاشه، وانا برد عليك وابعت لك التفاصيل الدنيا. ولكن التفاصيل العاديه زي ما انت عارف هي حصص مباشره. الحصص مباشره يعني حصه بتحضر معايا الدرس مباشر، مش حصه متسجله برفعها لك او فيديو متسجل برفعه لك. ولكن هي حصه تحضر معايا وانا بكلمك وانت بتكلمني، ولو في حاجه ما انتش فاهمها او في اسئله ولا حاجه بتكلمني فيها وانا برد عليك. فالحصص مرنه جدا زيها زي اي درس بره. اللي حابب انه يشترك معانا فيها ويقعد معانا شهرين المراجعه اللي هم قبل الامتحان هيفرقوا معاك جامد جدا، يبعت لي على الواتس والتفاصيل هتوصلك. بالنسبه للقناه زي ما قلت لكم القناه شغاله زي ما هي، ما فيهاش اي مشكله خالص، ولكن التاخير بيبقى خارج عن رتبه. يعني المواعيد الفتره انتوا عارفين ان الدروس والمواعيد والمسؤوليات والكلام ده كله بيبقى غصب عن الواحد والله مش اكتر. ولكن استمراريه الشرح هتنيها موجوده على القناه لحد يوم الامتحان. هيبقى في شرح للمنهج كامل. عشان انا لما بجيب سيره الدروس زوم للاسف في ناس، هو انت ما انتش هتكمل على القناه؟ هو كده خلاص شرح اليوتيوب وقف؟ لا طبعا، اليوتيوب شغال زي ما هو، مش هنسيبه. تمام، احنا زي ما احنا على اليوتيوب عشان الناس اللي بتتابع من على اليوتيوب. اما بتزوم في ناس بتحب انها يعني يبقى فيه اهتمام اكتر، يعني في فرق ما بين ده وده. بيبقى فيه اهتمام اكتر لان بيبقى فيه واجب بشكل دايم، بيبقى فيه امتحانات بشكل دايم على الدرس اللي على زوم، او اي درس بقى تاني او اي منصه انتوا بتشتركوا فيها. بيبقى الوضع مختلف شويه عن اليوتيوب، او الاهتمام بيبقى زايد اكتر بالنسبه لده. اما بالنسبه لليوتيوب احنا مثلا بنرفع الفيديو خلاص. في ناس بيبقى عندها مقدره انها تستفيد منه، وفي ناس ما بيبقاش عندها مقدره انها تستفيد، بتبقى عايزه حد يزقها ويحفزها انها تذاكر، فده بيحتاج مثلا انه ياخد درس. فدي بتختلف من امكانيات طالب لطالب اخر. فاتمنى الناس تكون يعني اليومين اللي جايين دول كثف مذاكرتك، لان حلمك فاضل له تكه، التكه دي لو انت ما تكتهاش في اليومين اللي جايين دول بالسلامه. تعب الكام شهر اللي فاتوا، تعب السنه كلها راح على الارض. فيعني ما تضيعش مجهودك ومجهود اهلك على الفاضي. ليه؟ لانهم نفسهم يلاقوك حاجه كويسه، وانت برضو نفسك تلاقي نفسك حاجه كويسه. فانت اجتهد وشوف اللي عامل اللي عليك، وعشان ما تجيش بعد كده تندم وتقول يا ريتني ما كنت عملت، ويا ريتني كنت ذاكرت، ويا ريتني. طبعا يا ريتني بقى في الاخر دي مش هتستفاد منها بحاجه، ولكن انت دلوقتي بايدك انك تعمل كل حاجه، تحل وتذاكر وتتابع وتحفظ وتفهم وتشوف شمال وتشوف يمين وتسهر وتجتهد وتصحى بدري وكل حاجه. اعتبر نفسك في سجن يومين اللي هما شهرين 3 اللي فاضلين، سجن، اكنك في سجن. تمام، خلاص احبس نفسك اكنك في سجن. اي حاجه بقى لها علاقه بقى بالمتعه والترفيه سيبك منها بقى، مش وقتها خالص. انت قاعد تترفه نفسك لحد ما زهقت. تمام، شوف حالك بقى وشوف دنيتك، شوف مستقبلك، ربنا يوفقك. اتمنى الناس تكون سمعت الفيديو للنهايه، علشان لو حد عنده اي تفصيله في اي حاجه من اللي انا قلتها يكون استفاد منه، او فهم انا قصدي ايه، او طلع اقول الفيديو بتكلم على ايه بالظبط، عشان ما حدش يسال عن حاجه انا قلتها في التعليقات انا قلتها في الفيديو اصلا. اتمنى الناس تذاكر كويس جدا، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا كل سنه وانتم طيبين، سواء طلابنا اللي في اولى او في ثانيه او في ثالثه ثانوي، واولى وثانيه وثانوي برضه انا معاكم ان شاء الله لحد يوم الامتحانات. زي ما انتم عارفين بنيجي ايام الامتحان برضه في مراجعات والكلام من ده، وفي شرح كامل للمنهج برضه، ان كان في تاخير برضه شويه، ولكن ده انا بعتذر عن التاخير. وانا معاكم للنهايه. تمنيت لكم كلكم التوفيق، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.